اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة ندوة الدولية حول التحكيم من تنظيم منظمة محامي الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومشاركة عدد من أعضاء الحكومة بالإضافة إلى حقوقيين وخبراء في التحكيم الدولي ورجال أعمال. وبالمناسبة أكد وزير العدل حافظ والختام أن هذه الندوة الدولية تعد ثمارا لتوجيهات رئيس الجمهورية بما تضمنه من حماية للمستثمر والمستثمرين الأجانب لجعل بيئة الاستثمار في الجزائر أكثر تحفيزا وجذبا. في ظل العولمة الاقتصادية وتشابك العلاقات التجارية والتعقد وتزايد حجم المنازعات ذات الطابع الدولي، فقد بات اللجوء إلى هذه الآليات البديلة أو أن اللجوء إلى هذه الآليات البديلة لم يعد مجرد خيار إجرائي، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات السرعة الفعالية والمرونة، فضلا عن قدرتها على تخفيف العبء عن القضاء وضمان حلول تراعي مصالح الأطراف. تسمعوا يتكلموا هاك، مرة تحس بأنهم سويسرا، مرة تحس بأنهم ألمانيا، مرة تعتقد أنهم هم الصين، وبعض المرات تظن أنهم ماليزيا أو تركيا أو سنغافورة أو كوريا الجنوبية. هذا الشخص اللي راه يتكلم على راه يتكلم لنا على التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. راهي الناس إذا كان هناك جهاز بعد جهاز المخابرات تلعنه ليل نهار هو القضاء. إذا كان جهاز الجزائريين مجمعين على أنه أجرم جهاز بعد المخابرات هو القضاء، حتى قبل الجمارك هو القضاء. راك تحدثنا باللي الجزائر ممكن تولي قطب جهوي للتحكيم الدولي. التحكيم الداخلي الناس غارقة. قضاء تليفون الرهيب المجرم جعل حياة الناس جحيم. كاين الناس اللي مرة يراسلوني، بعض الناس اللي يقول لك مات الوالد لأنهم داولوا أرضه وحكماته كريس كاردياك، مات اللي يقول لك الوالد راه طارح الفراش ولا الوالدة راهي طارح الفراش لأن داولنا أرضنا، داولنا دارنا، فرضوا علينا غرامات ظلما وعدوانا. الناس اللي في البلديات راهي كثير من مجرمي العقار ينهبون أراضي البلديات وأراضي الناس وأراضي الدولة إلى آخره. وانت تجي تحدثنا عن التحكيم الدولي. انتم القضاء في الجزائر في أوسخ صوره، في أقذر تجلياته، تحدثنا عن التحكيم الدولي. وش من تحكيم دولي؟ إذا كانت الشركات المحترمة اليوم في الجزائر، ما فيش شركة محترمة دولية بقات في الجزائر، ما فيش شركة دولية محترمة بقات في الجزائر. والبعض اللي كان مضطرين أن يبقوا خلاو مكتب مكيتب صغير هكذا والله برك، لأن عندهم ظروف قانونية تلزم عليهم مثلا البقاء. ما فيش شركات راهي تهرب، اللهم إلا شركات البترول اللي البعض منهم باقي لأنه قاعد ياخذ وينهب بلا حدود وعاطينهم امتيازات إضافية وفيها فساد عارم إلى آخره. أما الشركات الأخرى كلها تقريبا غادرت. وكاين بعض الشركات التركية والإسبانية لأنها داخلة في اللعب. الشركات المحترمة تغادر الجزائر لأن مناخ الاستثمار فاسد متعفن، سواء من ناحية البيروقراطية، سواء من ناحية القوانين المتقلبة، سواء من ناحية الطرقات الكارثية، سواء من ناحية البراجات التي تملأ البلاد، سواء من ناحية عدم الاستقرار السياسي وأشياء أخرى كثيرة. تحدثنا أنت تدير تحكيم جهوي دولي فقط لأنك جمعت مجموعة من المحامين والقضاة، حطيتهم في يأكلوا ويشربوا في هذاك المقر المركزي، المقر بالرحال هذاك إلى آخره. خلاص تراك راح تصلح. يقولوا برك هذا مثل تصدير الدواء إلى اليابان
وتصدير الانترنت الى جنوب افريقيا والدول الافريقيه، وتصدير السيارات مانيش عارف. راه كاين عندهم بيانات سابقه باللي راح يصدروا السيارات في السنوات هذه في 2010 2012 كانوا يتكلمون على تصدير السيارات الى دول اسيويه ودول امريكا الجنوبيه الى اخره. واحد الوقت حتى كتبوا قالوا ولم لا اوروبا نصدروا السيارات لاوروبا. مازال داخلين في واحد الخطاب الانتصاري، والان يكتب لك الجزائر المنتصره. قولوا العصابه المنتصره على الشعب، اما الجزائر كدوله وكبلد وكوطن وكمجتمع راه يغرق، راه يغرق بالمعاني الواسعه للكلمه يعني. خلينا نشوف هذا موضوع بحثت لما شفت هذا الموضوع، رحت قلت خلينا نشوف، وهذا موضوع في الحقيقه انا عارفه فيه كثير من التفاصيل، لكن مع ذلك رجعت باش نشوف. كنت كتبت عليه واحد الوقت وش لازم باش تكون عندك ويحترموك الناس وتستطيع أن تدير تحكيم دولي جهوي، والمستثمرين يجوا عندك ويعرفوا باللي هناك قانون وهناك تحكيم، حتى ما يروحش للقضاء يروح للتحكيم. وش لازم يعني أقل شيء يعني أقل شيء هو قضاء تجاري مستقل وسريع. احنا القضاء كاين ناس عندهم قضايا تاع منازعات راه عندها 20 سنة 15 سنة 12 سنة 18 سنة. أول شيء أول شرط أن يكون هناك قضاء تجاري وإداري مستقل، حقا مستقل، ما يجيهمش الهواتف من عند السراجل تاع المخابرات، وسريع. ثانيا أن تكون قابلية تنفيذ الأحكام، أحكام التحكيم، أن تكون هناك قابلية لتنفيذ الأحكام وبسرعة. كاين ناس راهي صادرة أحكام لصالحهم، بما فيهم عمال، بما فيهم ناس مطرودين من أعمالهم، بما فيهم نقابيين، بما فيهم إداريين، عندهم سنوات طويلة صدرت أحكام ولصالحهم، يلقاو قاضي كان منصف فالإدارة لا تنفذ، القضاء لا ينفذ. حرية المعلومات والشفافية التعاقدية. وين راهي حرية المعلومات؟ احنا أين هي حرية المعلومات في البلاد؟ أين هي الشفافية بشكل عام؟ فما بالك بالشفافية التعاقدية. ثم أن يكون لديك كوادر تحكيم محترف. أنا أعطيت لك 5 شروط أولية، طبعا هناك شروط أخرى. وراي الكوادر اللي عندنا، كثير من القضاة اليوم يعرف باللي في نهاية المطاف اللي يتحكم في مستقبله الوظيفي يترقى ما يترقاش هو وش يعرف من الحنوشة. يعرف الحنوشة ولا ما يعرفهمش؟ عنده كتاف عريضة في وزارة العدل أو في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية أو في الرئاسة وما عندوش. هذه الحقائق. ولذلك كاين كفاءات وكاين قضاة تم وضعهم على الرف، تم إرسالهم تقاعد وهم ما زالوا في الخمسينات من العمر أو الأربعينات أحيانا، تم معاقبتهم، تم سجنهم لأنهم لم يخضعوا إلى قضاء تليفون أو ترددوا أو أرادوا تطبيق القانون. انت تحدثنا على أنك تدير تحكيم دولي. طيب التحكيم الدولي، خلينا نروح لبعض قضاء. قبل ما تروح تدير تحكيم دولي في الجزائر روح ما تخليناش فقط نخسروا ملايير الدولارات في التحكيم الدولي. رحت شفت قضايا هكذا في السنوات الأخيرة. في السنوات الأخيرة الجزائر دفعت ملايير الدولارات، أقول ملايير الدولارات، في خسارة مع شركات أجنبية. واحدة من هذه ما يعرف سوسيتي دي بارك دالجي، الإمارات ضد الجزائر، دنيا بارك إلى آخره. تعرفوا كم خسرت الجزائر؟ 228 مليون ونص، 228 مليون دولار ونص. وما زال كاين أحكام أخرى جاية لصالح الإمارات.
كاين مع شركة تسمى يونايتد أجنسيز، خسرت الجزائر 36 مليون دولار. كاين مع شركة تسمى OTMTE وبالإنجليزية OTMTI ضد جيزي، خسرت الجزائر 920 مليون دولار. مع سوناتراك ساني هيل إنرجي، شركة تسمى ساني هيل إنرجي، خسرت الجزائر 290 مليون دولار، هذه غير في جونفي اللي فات. مع ستيت أول شركة دنماركية أعتقد أو نرويجية، خسرت الجزائر 536 مليون دولار، 536 مليون دولار. جروبو فيلار مير مع فيرتيال، خسرت الجزائر سوناتراك لأن هذه شركة كانت تاع سوناتراك بدفع 128 مليون دولار. تنفيذ حكم إسمنت في باريس، الحكم صدر على الاي سي سي يلزم كيانا جزائريا بدفع 60 مليون دولار لمستثمر مصري، وهناك خسارة عبر تسويات ومدفوعات ضخمة بسبب سياسة نزاعات سيئة، نزاع ضريبة الأرباح الاستثنائية ويندفول تاكس، خسرت فيه الجزائر مع ميرسك ومع ناداركو 3.2 مليون دولار، عفوا مليار دولار، 3.2 مليار دولار، يعني 3200 مليون دولار. دعنا دائما نتذكر أن الدولار الواحد هو 24 مليار سنتيم بسعر السوق، اضرب 24 مليار سنتيم في 3200 يخرج لك كم خسروا مع شركتين ميرسك وناداركو. والحقيقة أن هذه عينات من الخسائر المنكرة والأموال التي تضيع من خزينة الشعب الجزائري نتيجة للعقود السيئة، نتيجة للرداءة، نتيجة لعدم معرفة التعاقد، نتيجة لعدم وجود كفاءات قادرة على كتابة العقود، نتيجة لفساد المسؤولين اللي يخلوا في العقود دائما عبارات وفقرات تكون لصالح الطرف الأجنبي، وممكن يبعثوا له مليون دولار ولا 5 مليون دولار في دبي، وبعدين الجزائر كي الأمور ما تمشيش الجزائر تخسر 500 مليون 700 مليون دولار 300 مليون دولار، لأن لديك نظام فاسد معشش فيه الفساد ومعشش فيه الرشاوي، وأنتج طبقة إدارية شديدة الرداءة إضافة إلى أنها شديدة الفساد. من يدفع هذه الأموال؟ وتبون المزور اعترف قبل أسبوع يوم السبت الماضي، مش عارف إلا المساعد بعث لي المقطع أم لا، يوم السبت الماضي اعترف تبون المزور وقال بأننا خسرنا دراهم كثيرة، راهي الإمارات تخسر فينا في دراهم كثيرة. باقي دولة نسميها دويلة، يعني باقي يزعبطوا هكا، بغاو يدخلونا في انتخاباتنا الأولى والثانية، دخلوا في هذه ويتهدوا، وحنا دوك نفقروهم غير بالتحكيم الدولي روح حكم روح، متخلينيش ندم على النهار اللي عرفناكم فيه. احنا نتمنى باش قال يهدوا فينا يفقرونا بالتحكيم الدولي. لا، ماهوش يهدوا، راهم فقرونا بالتحكيم الدولي، يعني الشعب الجزائري مفقر. كي نجيب فقط نتاع دنيا بارك والحكم الأول فقط 236 مليون دولار، 236 مليون دولار هي يا سادة يا مستمعين هي ما يعادل تقريبا 6000 مليار سنتيم في قضية واحدة، 6000 مليار سنتيم. لا فقروك، ماكش انت راك تنهب بلا حدود، ولادك راهم ينهبوا بلا حدود، اصحابك المقربين
الموظفين اللي أمامك وحولك، شنقريحة ومن حوله راهم ينهبون بلا حدود. شنقريحة بنته هنا شارية عمارة بالأوفشور بشركة، باش ما تبانش شكون مالك الشركة، ب30 مليون دولار، 30 مليون جنيه، ما يقارب 40 مليون تقريبا، 40 مليون دولار. وتدي في سالير من عند، تدي في شهرية من عند سوناتراك 14,000 دولار، وتدخل في مع شركات ومع جهات وساطة إلى آخره، تدي في دراهم بلا حدود. شفيق واسكندر في باريس، والأخرى مانيش عارف اسمها في فرنسا، ينهبون أولاد شنقريحة بلا حدود، وأبناء جنرالات آخرين وأبناء وزراء. اليوم كنت أتحدث مع أحد الأفاضل وهو يقيم في فرنسا ويعرف شوي، مطلع كثير على الأمور. قال لي الأجهزة الجزائرية، يعني سوناتراك، ليرالجيري، مسجد باريس، الأجهزة الجزائرية أو اللي مسيطرة عليها المخابرات الجزائرية، قال لي دايرينها غير باش يبعثوا أولادهم الفاشلين فيها. يعني تجد أولادهم، بناتهم وأولادهم الفاشلين هم المسؤولين في هذه الأجهزة في الخارج. سوناتراك، ليرالجيري، مرات يخلقوا القنصليات، السفارات إلى آخره. إيه طبعا فاشل، وباباه راه جنرال أو وزير أو قاضي كبير أو ولي كبير أو مقرب من تبون، أو ينهب البلاد ليهم. اليوم راه في شيء أخطر، وهو أصبحت وراثة المناصب. قاضي بنته تخرج قاضية وابنه يخرج قاضي، ينجح ما ينجحش، جاب البكالوريا ما جابهاش، جاب الليسونس ما جابهاش، هذا مش مهم. الوراثة، سفير بنته ولا ابنه يخرجوا سفراء دبلوماسيين. جنرالات الآن أصبحوا بناتهم سفراء. سقسوا سفيرة إيرلندا في دوبلان، راهي بنت واحد من الجنرالات، دخلت لوزارة الخارجية قبل 10 سنين ولا 11 سنة، ولات سفيرة. وكاين اللي عنده 35 سنة في وزارة الخارجية ما لحقش قنصل. إيه البلاد ليهم، الخزينة نتاعهم والبلاد نتاعهم والدبلوماسية نتاعهم والقضاء نتاعهم والسوناتراك نتاعهم وليرالجيري نتاعهم وصناع الغاز نتاعهم، قنصليات، السفارات نتاعهم. الشعب حنا كالراي، حنا راهم دايرين فينا مزية، راهم مازال خلينا شوية الهواء، وإن كان راهم يدمروا فيه ما يسمى المناجم والتلوث الرهيب، تلوث سمعي، تلوث بصري، تلوث نتاع التنفس، تاع الهواء، تلوث في كل شيء في الجزائر، كل شيء ملوث، تلوث المأكولات، تلوث المياه، راهم دايرين فينا مزية. حقائق مريرة. يجي هذا التافه اللي يسموه وزير العدل يحدثنا على التحكيم الدولي، أن الجزائر ممكن تكون قطب في التحكيم الجهوي الدولي، ونحن خسارات ونزيف لا يتوقف من أموال الشعب المفقر. كل ما يحدثني واحد من الجزائر كان فيها أو يعيش فيها أو كان راح سفر وجاي، يقول لي التسول بشكل فظيع. كان أمس يحدث، ترك لي أحد الأفاضل رسالة مطولة يقول لي فيها، يحدث على التسول وكيف أنه كل ما يمشي يجيه رجل أو تجيه امرأة، من فضلك شري لي شوية حليب، من فضلك شري لنا الخبز. كاين اللي ما يجوش ويقول لك في وجوههم تعرفهم باللي ما همش محترفين التسول، إنما الحاجة دفعتهم، الجوع دفعهم، وفي الغالب جوع الأبناء، لأن الآباء يقدروا يصبروا على جوعهم، لكن ما يقدروش يصبروا على أولادهم ويشوفهم يتضورون جوعا. صحيح مازال كاين جزائريين يقدروا يوصلوا اللقمة ويوصلوا الخبز، لكن كاين جزائريين آخرين راهم يعيشون حالة من المرارات ومن التفقير غير مسبوق. الرسائل التي تصلني هذه الأيام ونحن نقترب من رمضان، وبعضهم يقول لي كالشيء، رمضان وصل وليس في البيت شيء، إذا لديكم أي شيء تساعدونا. في حين أن ملايير الدولارات هذو فقط اللي حسبتهم لكم الآن
ملايير دولارات. واحدة منهم فقط مع مايرسك وأنا داركو أكثر من 3.2 مليار دولار، 3200 مليون دولار. ويجي هذا المسمى بوجمعة يحدثنا أن الجزائر تقدر تكون قطب. كما الجزائر ممكن تكون قطب للسيارات وقطب للدواء وقطب مانيش عارف لي. واحد السنة قبل سنتين كانوا يتحدثوا على أن الجزائر ستصبح مصدر للقمح. احنا نشترو تقريبا ما بين 50 إلى 70% سنويا مما نحتاجه من القمح، وإحنا 10 مساحة في العالم. وبعدين يقول لك راح نصدروا مثل هذيك الطاكسي الطائر، سمعناها عدة مرات. طاكسي الطائر، الجزائر قبل 15 سنة تقريبا كانوا يتكلموا على الطاكسي الطائر. قبل 15 سنة كانوا يتكلموا على معسكر اللي تولي كاليفورنيا، وعلى واد الحراج اللي تظهر فيه ناطحات سحاب. وتبون لما راح الجلفة قال لهم تكونوا عاصمة. روح شوف الجلفة الآن وما جاورها، خاصة في هذه الفترة اللي فيها الغبار، اللي فيها الفونت سابل. في التسعينات حرقوا أعداد هائلة من الغابات على أساس أنهم يحاربون الإرهاب، فرهبوا الشعب وحرقوا أماكن هذه الأحداث والتدهور البيئي وعدم التشجير وعدم هناك وجود سياسة حقيقية لتخضير البلاد وتشجير البلاد، هذا هو أدى من بين ما أدى إلى هذه الزوابع الرملية اللي ولات تصل حتى العاصمة أحيانا، وإلى وهران وإلى عنابة، وإلى لم تعد فقط في مدن الجنوب. أصبحت الزوابع الرملية تقريبا شبه عادي في الشمال، وأما في الجنوب فأصبحت شبه يومية. هذا نابع أساسا من عدم قدرة وجهل بإدارة البيئة وإدارة الأرض، ومن تدمير لها خاصة في التسعينات. راح يدير تحكيم جهوي.